ومنذ بدء الخلق عاش نبي كريم هو سيدنا إدريس عليه السلام. عاش في حياة آدم أبي البشر، فقد أدرك في حياته 308 سنين. معنى هذا يا جدي أن سيدنا إدريس من أوائل الأنبياء؟ نعم يا أحمد، إنه كذلك، فهو أول بني آدم الذين أعطوا النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام. ولقد أثنى الله على إدريس ووصفه بالنبوة والصديقية. هذه معلومات مهمة، علي حفظها. عليك حفظ كل المعلومات يا أحمد، وليس هذه فقط. وأضف إلى معلوماتك أن سيدنا إدريس هو أول من خط بالقلم، فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخط بالرمل قال إنه كان نبي يخط به، فمن وافق خطه فذاك. ويقصد بهذا النبي سيدنا إدريس عليه السلام. وقد ذكر سيدنا إدريس عليه السلام في القرآن مرتين. قال تعالى: في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فقد رفع الله نبيه الصالح سيدنا إدريس عليه السلام إلى السماء الرابعة، وهناك رأى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا إدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. وقد روي في قصة رفع سيدنا إدريس عليه السلام إلى السماء الرابعة أن الله أوحى إليه: إني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم. فأحب سيدنا إدريس عليه السلام أن يزداد عملا عن غيره من الناس، فكلم خليلا له من الملائكة فقال له: إن الله أوحى إلي أنه يرفع لي كل يوم مثل جميع عمل بني آدم. فقال الملك: وماذا تريد مني؟ فأجابه سيدنا إدريس عليه السلام: كلم لي ملك الموت حتى يؤجل قبض روحي فأزداد عملا. فأخذه الملك معه إلى السماء، فلما كانا في السماء الرابعة التقى بملك الموت، فحدثه الملك بما طلبه منه سيدنا إدريس عليه السلام. فقال ملك الموت: أرأيت إدريس؟ قال الملك: ها هو. قال ملك الموت: يا للعجب، بعثت وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة، فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض؟ ثم قام ملك الموت بقبض روح سيدنا إدريس عليه السلام هناك. إن هذه القصة ممتعة جدا ونستفيد منها الكثير